فالمفروض انت كشخص بتاع جروث تبقى مهتم، هتتراك. انت كل يوم الصبح بتصحى بتشوف الارقام دي، تحطها كده ايه في اكسل شيت قدامك، وتبتدي ايه تشوفها بشكل يومي، بشكل اسبوعي، بشكل شهري. انت محتاج تشوف الويب سايت ترافيك، انت كام واحد عندك بيخش على الويب سايت. ما عندكش ويب سايت، فمهم ان انت تبقى مهتم بالريتش او الامبريشنز بتاعت البوست بتاعتك على السوشيال ميديا، لان دي معنى الناس شافتك قد ايه. مهتم بالليدز، الناس اللي بتجيلك بقى اللي هو مهتمه بالبيزنس بتاعك. طيب لو انت شغال بالايميلز، مهم جدا ان انت تبقى باصص على الارقام دي، باصص الايميل بتاعك بيتفتح ولا لا، الاوبن ريت بتاعه شكله عامل ازاي. 99% متعلق بالسبجكت لاين اللي انت بتكتبه، فلو عندك اوبن ريت قليل فانت محتاج تعدل السبجكت لاين بتاعك ده. لو عندك الاوبن ريت عالي كده حلو قوي، السبجكت لاين ده كويس، تيجي تخش بقى تلاقي الكليك ثرو ريت مثلا بتاعك وحش، الناس ما بتدوسش على اللينك اللي جوه الايميل، يبقى انت عندك الكوبي اللي جوه الايميل وحش، يبقى انت عندك السبجكت لاين حلو. عشان كده بنجرب كتير، احنا بنبعت نسخ كتير قوي من الايميلز ونشوف ايه ده كان الاوبن ريت بتاعه حلو، ثبت لي السبجكت ده، كليك ثرو ريت بتاعه حلو، ده حلو، ثبت لي البادي بتاعه، حط لي بقى الاثنين دول على بعض، ارجع ابعته تاني، المفروض ان شاء الله يبقى نتائج احسن. هنا السي ال في، انت في الاخر العميل بتاعك ده بيدفع لك قد ايه على مدار قعاده معاك، فانت اللي بتحدد ال تي في. في ناس العميل بيقعد عندها سنه وبعد كده خلاص مش بيجي تاني، في ناس بتقعد معاها 3 سنين، 10 سنين، 3 شهور، 6 شهور، انت اللي بتحددها هو العميل ده. او حتى ممكن ما تحددهاش بوقت، تحددها بعدد مرات شراء. انت عارف كل عميل بيشتري منك مره واثنين وثلاثه وبس، بيشتري منك بمتوسط 3 مرات، فتحسب على ال3 مرات دول. ممكن تبقوا بتعملوها سنس ان احنا نبقى بنعتمد على الارقام دي في ان احنا ناخد قرارات، ان انت ما تبقاش بتحسب التوتال سيلز اللي انت بتعملها من الناس دي، انت تبقى بتحسب التوتال ريفينيو اللي بتعمله من الناس دي، وده هيبقى بيعمل لك اوبتمايزيشن بقى في الكوست ابن لذينه.